السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله في واحد الرد على المدعو الدكتور الفايد. الدكتور الفايد كيبان ليا والله تعالى أعلم ياك ما زاد ليه شوية داك لادوز ديال الزنجبيل وطلع عطيه الحرارة للراس. ايوا ناض سيدي وما خلى حتى حد داز على كلشي، ما خلى لا ابن كثير ولا الطبري ولا قرطبي ولا حتى الصحابة حتى ابن عباس السي الفايد راه زكاه النبي عليه الصلاة والسلام في التفسير وقال اللهم دعا معاه وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وحنا كمسلمين كنعتقدوا بأن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام مستجاب. اشنو كتقول في هذه الجزئية هذه؟ والشبهات الفايد إلى دققتي فيها كتلقاها نفس شبهات الملاحدة الملحدين. ما كنقولش بأنه هو ملحد يدبر راسو، المهم كنتكلموا دابا غادي نردوا الفكرة بالفكرة. الله تبارك وتعالى قال اللي في قلوبهم الزيغ قال عليهم الله تبارك وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني من القرآن المتشابهات، الآيات المتشابهات. كيمشوا بزاف الآيات المتشابهات ديال الآيات باش يشوشوا بها على الناس وباش يقلبوا لك انت بها راسك. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، علاش؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. علاش؟ الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله أي تفسيره إلا الله والراسخون في العلم، ومنهم الصحابة رضي الله عنهم وابن عباس اللي دعا معه النبي عليه الصلاة والسلام. يجب أن يفسر هذا القرآن، وهذا هو القرآن الذي تحتاجه أمريكا وأوروبا وليس القرآن الآخر. يعني هذه الأشياء يعني ولا زالت بعد الروايات حول الإسراء والمعراج أنه فطرق الباب السماء الأولى ثم قالوا من قال محمد قال أو بعث لها ثانيا خزعبلات هكذا يرويها الناس في هذه الأشياء. يعني سبحان الله والله سبحان الله، فزل الناس يقرؤون هذه الأشياء. أنا بعد دخل لي راسي. اش من راس كتكلم؟ راسك انت ولا راسي انا ولا راس افلاطون ولا اش من راس؟ نتحداك في القرآن ولا في السنة تجيب لي المستحيلات العقلية اللي ما كيدخلش للراس واللي خصنا حتى حنا نفهمو باش ما بقاش اي واحد يجي يضحك علينا. نفرقوا بين المستحيلات، كاينين مستحيلات عقلية ومستحيلات عادية. المستحيلات العادية جميع المعجزات اللي كاينين في الأحاديث في السنة واللي جات في القرآن راها مستحيلات، لها مستحيلات عادية ماشي مستحيلات عقلية. إلا ما جاب الله ما دخلتش لك انت قضية المعراج، وعلاش دخلت لك راجل واحد آخر طاح في النار وما تحرقش؟ وعلاش دخلت لك راجل واحد آخر سرطة الحوتة وعاش في كرش الحوت وخرج ومن بعد خرج حي؟ علاش دخلت لك هذه وهذه ما دخلتش لك؟ يعني عندك ازدواجيه في الاراء، ازدواجيه في هذا. الا ما دخلتش هذه فحتى هذه ما خصهاش تدخل. الا كنتي فعلا كتقلب على الحق وبغيتي تسمع الحق وبغيتي، فنتحداك في القرآن كلام الله تبارك وتعالى وفي السنة النبي عليه الصلاة والسلام تجيب لي مستحيلات عقلية ما مذكوراش لا في القرآن ولا في السنة، وهي اصلا ما مطروحاش كاع. شنو هي المستحيلات العقلية؟ المستحيلات العقلية هو أنك تقول مثلا إنسان حي وميت في نفس الوقت، خرجت روحه وروحه ما خرجتش، اللي هو الجمع بين المتناقضات. الجمع بين المتناقضات هذه مستحيلة عقلية، هذه ما كايناش في القرآن وما كايناش في السنة. إنسان جالس ووقف في نفس الوقت من مستحيلة عقلا، هذه ما كايناش إذا الجمع بين المتناقضات. ومنها التسلسل بلا بداية من المستحيلات العقلية، ومنها اللي كردوا بها على الملاحدة هي لكل قاعدة لكل فعل فاعل، وكتسمى في المنطق بالسببية، يعني كل حاجة عندها سبب.
هذه مستحيلات عقلية ما كايناش في القرآن. شنو كاين في القرآن؟ كاين المستحيلات العادية، والمستحيلات العادية ممكن تكون وممكن ما تكونش، هي ماشي مستحيلة عقلا، لأن العقل كيتصورها. شنو هي المستحيلات العادية؟ بحالاش؟ بحال مثلا نقول لك غراب أبيض. غراب أبيض، الغراب كنعرفوه كحل، الغراب كحل، لكن في العادة ما كاينش غراب أبيض، ولكن هو ممكن يكون ممكن الله تبارك وتعالى يخلق غراب أبيض عادي. هذا ما كاينش في العادة، كتسمى مستحيلة عادة. المستحيلات العادية ممكن تكون. الناس اللي عاشوا في 1920 إلا قلتي لهم راه ممكن إنسان في واحد القارة يتكلم بالصوت وبالصورة مع إنسان آخر في قارة أخرى بعيدة عليه، يقول لك ودي في العادة دابا ما كنشوفوهاش، ما كايناش، فهمتي؟ فهي مستحيلة عادة، ولكن ممكن تكون. وها هي الآن حنا كنعيشوها في الواقع، هي حقيقة صارت الآن حقيقة واقعية. أو الآن بالواتساب كتكلم مع أنت في المغرب مثلا وكتكلم مع واحد آخر في أمريكا، مع صاحبك في أمريكا بالواتساب، وكيشوفوك كتشوفوا وبالصوت وبالصورة. هي صارت الآن صارت واقع نعيشه، لأنها هي كانت في الأول، كانت قبل ما تكون كانت مستحيلة عادة، والآن صارت واقع. كذلك الغيبيات، كل هذه الأمور الغيبيات والمعجزات والأمور اللي غادي تجيو في القبر وفي عذاب القبر ويوم القيامة، كانت هي الآن من علم الغيب بالنسبة لنا، ولكن غتكون واحد النهار إن شاء الله حقيقة غادي نعيشوها. كيف ما كاين الأمور حنا الآن كنعيشوها، بحال دابا هاد الأمور د الواتساب، بحال الطيران في السماء، بحال هذا، هي الآن حقيقة كنعيشوها، وهي غيب للناس اللي عاشوا في 1900 وعاشوا في 1800 وعاشوا في 1600، كانت غيب بالنسبة لهم، وهي الآن صارت حقيقة كنعيشوها. فالمستحيل عادة هي الأمور اللي كتصورها العقل وممكن تكون. والآن كنشوفوا الناس كيطيروا في السماء، أجهزة وآلات كيطيروا بها الآن الناس في السماء، هي الآن حقيقة كنعيشوها. فهذه المستحيلات العادية ممكن تكون، ماشي مستحيلة عقلا. فلا بد نفرق بين المستحيلات العقلية والمستحيلات العادية باش ما يضحك علينا حتى واحد.